حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بخير. انتوا عارفين دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 1 بالليل. حبت في دماغي اللي انا اعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ كيكة. حبت في دماغي هوبا كده اللي احنا نقوم نعمل كيكة. تمام؟ ومعانا الشيف الصغير اللي هم عاملين ايه؟ عاملين ايه يا حبيبي؟ يحطهم ايه؟ حطوا لايك وحطوا اشتراك اشتركوا في القناة وفعلوا وفعلوا الجرس عشان الجرس يوصل لكم كل جديد من مكة. يا قلوبة. بصوا بقى يا جماعة، أنا كنت هبة في دماغي كده الساعة كام؟ على الساعة 10. بس دخلت المطبخ ما لقيتش حاجة الكيكة جاهزة. يعني الكيكة اللي كان عندي ده بس كان عندي بقى ده بس. نزلت بقى كان عندي البيض اتكسر، كان عندي ده وشوية الدقيق دول. قلت بقى ايه، انزل اجيب ربع دقيق تاني، ماشي، وجبت بيض، جبت بيض وجبت فروتي علشان انا اعمله بالبرتقال. جبت فروتي بالبرتقال وجبت فانيليا و بصوا بقى طلعت بقى ايه ده مكان لازم القمر. طلعت ده تمام و انت عملت ايه عليه دقيق كده؟ لا بحب اشتغل بالمضرب. تعالي مكتب مش عارفه اصور. بحب اشتغل بالمضرب نركبه مع بعض، بيخلي البيض فين التانية بقى، بيخلي البيض هاش كده وحلو، احسن من اليدوي، المضرب اليدوي، واحسن من الخلاط. تعالي هنا يلا يا كوكو، انزلي كده. بص بقى عشان اعمل معاكي كده. طيب استني بس. بصوا احنا ايه، اول حاجه هنعمل ايه؟ بيض، 3 بيضات، 3 حبايات بيض. رجعت كده اهو. شغال بقى. شفتوا الحلقه دي كانت مشغلاه، تكتيك على الزرار. هنا احنا حطينا ايه؟ حطينا البيض بتاعنا اهو اهو هيك. حطينا البيض، نحط الفانيليا بتاعتنا او فانيليا عشان هتحمى. اهي. بصوا بقى حطينا الفانيليا. هنا بقى الصوت كان عالي قوي بتاع المضرب، فهنا قلت اقول لكم انا كنت بعمل ايه. هنا حطيت كوبايه وشويه كده سكر، كوبايه اقل من الربع علشان تطلع مسكره شويه، عشان كنت عاملاها قبل كده المقدار ده، ومعاه كوبايه ما طلعتش مسكره او كانت هي محتاجه شويه سكر. فقلت هنا بقى انا ازود كمان سكر، يعني اقل من الربع كده، عشان ايه طعمها تبقى ايه مسكره، والسكر باين فيها شويه، ما تبقاش عادبه زي التانية. هنا بقى ايه مكة شطانة، فكانت لازم تعمل معايا. هنا جبت كوباية الا ربع، ممكن لو عايزة تعمليها بلبن تحطي فيها كوباية الا ربع لبن. لو هي كيكة من اللي هي من اللبن السخن، كيكة اللبن المغلي، تحطي كوباية الا ربع لبن. هنا انا جبت مية عادية من الحنفية او مية من الفلتر، اي مية، كوباية الا ربع، ودوبت فيها الكيس كله. في ناس ما بيحطوش الكيس كله، لا انا حطيت الكيس كله علشان ريحة البرتقال تكون ظاهرة في الكيكة، وكمان اللون يبقى برتقاني، ما تبقاش فاتحة تبقى لونها باهت كده، لا اللون برتقاني بقى. وحطيت هنا يا دوبك يجي معلقة خل. الخل بيخليها هشة، والمسام بتاعها ضيقة مش واسعة. المسام اللي هي الفتحات اللي فيها لما تيجي تقطع الكيكة كده من جواها في بتبقى في فتحات عاملة زي الفقاعات كده، بتكون واسعة. الخل كويس يعني للكيكة. حطي معلقة معلقة كبيرة خل، وضربت كويس كل الكلام ده. احنا بقى حطينا البيض والسكر والفانيليا.
وفي الاخر بنحط الزيت لما السكر يدوب خالص مع الخليط اللي احنا عملناه. بنحط الزيت اخر حاجة في السوائل. علشان ايه؟ علشان الزيت ما بيخليش السكر يدوب. حطينا السكر واتأكدنا اللي هو داب خالص مع السوائل اللي احنا حطيناها، وبنحط 2.5 كوب دقيق. ما بنحطهمش مرة واحدة، بنحطهم تدريجيا، وبنشوف القوام بتاعنا. النص الكوباية الأخيرة بتاع الدقيق حطيت رشة ملح، وحطيت كيس بيكنج باودر أو كيس كيك شيف. الأحسن فيهم كيس كيك شيف، بيكون أحسن من البيكنج باودر. يعني ايه؟ بحسها بيخليها هشة أكتر والمرتفع بتاعها أعلى أكتر. فبنقلب الكلام ده، الملح مع الكيس مع نص كوباية الدقيق مع بعض، وبننزل بيهم على الخليط بتاعنا، وبنتأكد اللي هو الخليط كله ايه. بنضرب شوية كده في الخليط بتاعنا لحد لما كله يخش ايه في بعضه، وكل حاجة بتدوب في الخليط بتاعنا ده. تمام زي ما انتوا شايفين كده. والله انا عارفة اللي كل الناس بتعرف تعمل كيك، كلكم بتعرفوا تعملوا كيكة وبتطلعوها كمان احسن من اللي انا بطلع، بس يمكن في اضافة انا حطيتها خلتها احسن، او انتوا مش واخدين بالكم. زي الخل، في ناس ما بتخاف تحط الخل، فانا حطيت قدامكم الخل اهو، وشوفوا بقى النتيجة بتاعتها هتبقى شكلها عامل ازاي. تمام. انا حطيت هنا، جبت الصينية دي كبيرة شوية، يعني ايه كويسة على الكمية اللي انا عملتها، وبطنتها كده بشوية زيت، رشيت عليهم شوية دقيق، وفردتها ايه بالشكل اللي انتوا شفتوه. وبعدين هنا بقى انا حطيت الخليط. مكة كانت نامت ما ظهرتش معانا بقى ايه معايا في اللقطة الأخيرة دي، لأنها كانت الحضانة بتخليها تنام بدري. صحينا للحضانة بتخليها تنام بدري، خلاص بقى قفلت. هنا بقى انا نزلت كل الخليط بالشكل ده، ما سبتش ولا سنتوف ولا سنتوف، وهو خبطتها على رخامة خبطتين كده، وبأي شوكة أو سكينة بنمشي كده الشوكة ايه في قلب الخليط كده، علشان لو في أي هواء أو فراغ بيطلع. هنا بقى ايه حطيتها على الشبكة، على الشبكة المستوى اللي هو ايه التاني من تحت. تمام. او في النص، الشبكة في النص متولعة من تحت. لا بجربها بأي سكينة، بوز السكينة كده بجربها. لو خلاص مفيش حاجة، السكينة طلعت نضيفة، خلاص انا هحطها تحت الشواية بتاخد لون بس، وخلاص كده بطفي البوتاجاز عليها، بطفي الفرن عليها. هنا بقى طلعتها لسه مطلعاها قدامكم علشان كله نايم بقى، واطلع خرطين ليا كده مع كوباية شاي بلبن. تمام. احلى كيكة والله العظيم، احلى حاجة بعملها بالليل لما بجوع، ما بتاخدش مني وقت خالص الكيكة دي، وطالعة ارتفاعها حلو، والفتحات اللي فيها مش واسعة زي ما بتطلع مع اي حد. وكمان من وشها زي ظهرها، وشها من فوق زي من تحت، يعني مش محروقة ولا اي حاجة. شايفين لونها برتقاني، علشان حطيت كيس الفورت كله. ولو عندك برتقان ممكن تستبدلها بكوباية عصير برتقان وبشرة برتقان ايه بسيطة خالص. ويبقى ألف هنا على اللي هيجربها، وألف هنا على اللي أكلها. لو أول مرة بتشوفيني يا عسل، ما تنسيش تحط اللايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.